كندا هتنضم لأمريكا وتكون الولاية رقم 51 الأمريكية. تعال أقول لك إيه اللي حصل بالظبط لما دونالد ترامب طلع وقال إن هو عايز يضم كندا لأمريكا ويخليها الولاية رقم 51. وقال كمان إن هو مش هيساعدوا كندا تاني، وهيوقفوا الإعانات اللي بيدوها لكندا. هيوقفوا كل المساعدات وهيضغطوا على كندا، ومش شرط الضغط يبقى ضغط عسكري ولا حاجة، لا هو هيبقى ضغط اقتصادي علشان كندا تنضم لأمريكا. ولكن رئيس الوزراء الكندي طلع ورفض الكلام ده كله، وقال كندا لا تخضع لأي تهديد، يعني رافض الموضوع. ولكن الغريب بقى في الموضوع إن رئيس الوزراء ده استقال بعد ما طلع وقال الكلام ده بعدد ساعات قليل جدا. فانتوا تفتكروا هل كندا فعلا ممكن تنضم لأمريكا وتكون الولاية رقم 51 الأمريكية، ولا هتفضل كندا دولة مستقلة بذاتها وأمريكا لوحدها؟